ناس كتير بتسألني أربي أنهي نوع بط، بلدي ولا مسكوفي ولا فرنساوي ولا مولر. عاوزة أقول لكم بقى إن البط المولر هو النوع الوحيد اللي تربيه وتوصلي بيه لأعلى الأوزان في شهرين 3 بالكتير. بط المولر يا جماعة بيوصل ل5 كيلو في شهرين ونص بس ده طبعا لو اهتميتي بيه وعملتي اللي أنا هقولك عليه في الفيديو، وكمان لو مشيتي على الخلطة المخصوصة بالبط المولر اللي عمرها ما بتخيب اللي هقولك عليها. تقدري كمان لما تعملي الخلطة دي وتعملي اللي أنا هقولك عليه تذبحي منه من عمر 55 يوم وتاخدي أحلى طعم وكمان أعلى وزن. النهارده هنعرف كل حاجة عن البط المولر أو هو تربية يعني البط البغال. هنعرف كل حاجة عنه، عن تربيته، بياخد قد إيه على ما يندبح، وكمان بياكل إيه، وكمية العلف قد إيه، ونخلّط له إمتى، وإيه الخلطة اللي بتزوّد الوزن بسرعة. بس خلّي بالكم مش أي نوع يا جماعة من البط تشتروه. فحلقة النهارده مليانة ومليانة معلومات هتفيدكم جدًا، جدًا. نبدأ بس الأول كده بذكر الله والصلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بس ليّا عندكم يا جماعة رجاء، إيديكم يالّا على اللايكات يا أغلى أخوات. ولو مش مشتركين اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس للكل علشان يوصلكم إشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة. ونبدأ كده بسم الله. أول حاجة طبعًا يا جماعة لازم تعرفوها إن مش كل بطة بيضا اللي هي بتبقى يعني لونها أصفر كده تبقى بطة مولر. لازم نفرّق كويس بين البط المولر الأصلي وبين البط البكيني أو الشرشيري أو الفرنساوي، لإن البط البكيني بيبقى شبه المولر شوية وهو صغير، والتاجر كمان ممكن يغشّه لِك. بس عايزة أقول لكم على حاجة، البكيني ده بيجيب آخره يعني 3 كيلو، 3 كيلو ونُص، يعني يوم ما يبقى يعني فيه الذكور بتجيب 3 كيلو ونُص. ده آخر حاجة فيه، يعني وزنه ما بيكبرش عن كده خالص، هياكل علف كتير على الفاضي. فأنتِ اسألي كده من الأول على المولر البغال. طبعًا ده اللي بيبقى تحويله أعلى وممتاز. وعايزة أقول لكم طبعًا إن البط المولر في منه بط مولر مستورد، وكمان في منه بط مولر محلي. البط المولر المستورد اللي هو البط أبو عين حمرا، فيعني نبعد عن البط اللي رجله بتكون صفرا ومنقاره بيكون طويل وأصفر، لإن ده بيكيني مش مولر. وعشان ناخد كمان أعلى أوزان بقى من البط المولر، يعني إحنا خلاص رُحنا وجبنا بط مولر وفرز أول وحاجة زي الفل. طبعًا لو لقيتوا المستورد ده يبقى ممتاز، ممتاز، علشان المستورد بيجيب معاكم أوزان عالية جدًا بتوصل ل6 كيلو. المحلي كمان ممتاز، مش هاقول لكم لأ، حلو جدًا برضه. بس يعني لو لقيتوا المستورد يبقى هاتوه ما فيش مشكلة. بس عشان ناخد طبعًا من البط المولر وزن عالي، يبقى لازم نهتم بيه كويس ونحافظ عليه. طب إزاي نهتم بيه كويس وإزاي نحافظ عليه؟ إنه ما ييجيلوش إسهال أو كساح أو تساقط ريش أو حتى يعض بعض. فلازم يا جماعة أول ما نجيب البط نهتم بيه جدًا، جدًا، عشان ناخد منه وزن عالي. هنهتم بيه إزاي؟ إن إحنا أول 15 يوم على الأقل لازم ندفّي كويس، أي كتاكيت يا جماعة لازم تتدفّى كويس. وننزل كمان بتحصينة معوي وتنفسي من البيطري في المَيّة لمدة 3 أيام. طبعًا العلف بيكون علف بادي تركيز 23% وبياكل علف صافي. لازم يا جماعة ياكل العلف الصافي التركيز العالي ده لمدة شهر. بعد كده بنغيّر لتركيز 21%. وكل أمّا البط ياكل ويشبع، يعني ياكل علف صافي، لازم تشبّعيه، لازم تشبّعيه علف صافي على الأقل لمدة شهر ونُص. يعني 45 يوم يا جماعة البط بياكل علف صافي. أول شهر بياكل تركيز 23%، بعد الشهر بنبتدي نغيّر له تركيز 21%، وده اللي بنكمّل بيه بقى لنهاية الدورة. ما بنخلّصلوش قُلنا إلا بعد الشهر ونُص. من عُمر الأسبوع بقى اعملي بقى الوصفة اللي أنا هاقولها لِك دي الممتازة. ابدئي بقى افتحي شهيتهم كده وزوّدي وزنهم واحدة، واحدة بالحلبة. الحلبة يا جماعة بُصّوا مفجّر أوزان. هنغلي الحلبة ونغطّيها ونستنى لمّا تبرد خالص، هناخد مَيّتها نحطّها في السقاية ونزوّد عليها كمان معلقة عسل أسود. العسل الأسود مع الحلبة ممتازين، ممتازين. لو ما فيش الحلبة الحصى دي، على فكرة الحصى بتاعها برضه مش بيترمي، إحنا برضه بنحطه على العلف. لو ما فيش بنجيب الحلبة، ممكن نطحن حلبة أو ممكن نجيب الحلبة اللي هي الحلبة اللي هي المطحونة دي بتتباع عادي جدًا، بنروح نقول له إحنا عايزين حلبة مطحونة. دي ممتازة، ممتازة، ممتازة يا جماعة. كمان الحلبة ممكن نزوّد معاها خميرة وتتدوب في المَيّة، يعني نزوّد الحلبة ونزوّد معاها شوية خميرة، بس ما نزوّدش أوي الخميرة عشان الخميرة برضه بتعمل إسهالات. ولو إن الخميرة بتزوّد البكتيريا النافعة في معدة الطائر أو في الأمعاء، وبالتالي هي بتزوّد الوزن وبتحسّن الهضم جدًا، جدًا، جدًا. يعني الخميرة مع الحلبة مع العسل الأسود وصفة هايلة جدًا، 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 بتأسِّس الوزن بشكل رهيب. فالحلبة دي يا جماعة بتأسِّس الوزن وبتخلّي البطة تشيل معاكِ لحم من بدري.
من بعد بقى ما يتمّوا شهر ونُص علف صافي، صافي، يكونوا كده اتأسّسوا صح، نبدأ بقى نعمل لهم خلطة التوفير والتسمين، هي في نفس الوقت توفير، يعني هتوفّر لكم وفي نفس الوقت هتسمّن جدًا. خلطة التسمين دي يا جماعة ممتازة، دي عبارة عن إيه بقى، عبارة عن عيش مدشوش، العيش ما بيبقاش مبلول عشان تكونوا فاهمين، العيش بيبقى ناشف وإحنا ندشه، نكسّره أو يكون عادي وإحنا نقطّعه حتت صغيّرة، بس المهم إن هو ما يبقاش مبلول علشان الأكل المبلول الزيادة بيعمل لهم ديدان في بطنهم، وبالتالي يعمل إسهال ويخفّض الوزن، وإحنا بنعمل كل ده علشان نزوّد الوزن بتاعهم. فخلطة التوفير يا جماعة دي أو الخلطة السحرية اللي أنا باسميها يعني، هنعمل إيه، هنجيب عيش مدشوش وتشيشة اللي هي الذرة الصفرا يعني وعلف 21%. العلف ده يا جماعة لازم، لازم اوعوا تشيلوا العلف أو تقطعوه أو تقللوه، يعني أكتر حاجة العلف، أنا عايزة أقول لكم أنتم لو قدرتوا تأكلوه علف صافي هيجيب معاكم وزن حلو جدًا، بس الخلطة دي برضه ممتازة. يبقى هنجيب العلف، ونجيب العيش، ونجيب الدشيشة اللي هي الذرة، وكمان كسر فول، لإن كسر الفول ده بيسمّن البط وبيخلّي طعم لحمه مسكّر، علشان هو بيعمل لحم مش دهون. والكلام ده طبعًا زي ما قُلت لكم كده إيه، من بعد الشهر ونُص نعمل له بقى الخلطة الحلوة اللي أنا قُلت لكم عليها دي. طيب من بعد بقى الشهر بس كده، يعني إحنا قُلنا إن أول شهر من بعد الأسبوع بنعمل له الحلبة بالعسل بالخميرة مرّتين مثلًا في الأسبوع. طيب من بعد الشهر بقى ومرّتين برضه في الأسبوع كده، نبتدي بقى نعمل إيه، نعمل بقى خلطة حلوة أوي، أوي يا جماعة. هنفرُم بقى بصلاية ونحُط عليها 3 فصوص توم ونحُط شوية معلقة شطة أو فلفل الأحمر، عارفين الفلفل الأحمر الحامي؟ هنزوّد عليها بقى الفلفل الأحمر الحامي ده، ونضيفهم بقى كل ده كده على العلف، نخلّطه كويس جدًا على العلف، بُصّوا دي صيدلية طبيعية، هتحمي البط بقى من البرد مثلًا لو إحنا في برد الشتا، وكمان بتدفّي جسمه، وبتخلّيه سحبه عالي جدًا في الأكل، الشطة يا جماعة والفلفل والبصل والتوم بيفتح الشهية جدًا، وبرضه بيزوّد الوزن، وبيخلّي أمعاء الطائر يعني تكون كده نضيفة من أي حاجة خالص، سواء فيها ديدان أو فيها حاجة، الشطة بتقضي على كل الكلام ده. يبقى ده كده بيخلّي سحبه في الأكل بيزيد، لو حابين بقى إن أنتم تأكّلوه مثلًا حاجات خضرا، بلاش بدري يا جماعة للبط المُولَر، لإنه بيأخّر الوزن أو بُصّوا هو بيبطّئ الوزن، يعني بيقلل التحويل شوية، لمّا يسمن كده ويتأسس صح ويجيب معاكم وزن حلو، ابقوا أكّلوه الحاجات الخضرا والأكل اللي هو أكل البيت، بس برضه تاخدوا بالكم إن أكل البيت ما يبقاش أكل بايظ ولا فيه أي عفن ولا أي حاجة، علشان بيعمل لهم إسهال وعلشان كمان بيجيب لهم ديدان. لو أنتم بقى حابين هو الأكل طبعًا الأحسن إن هو يكون مفتوح، يعني تحطّوا لهم أكل على طول، لو أنتم حابين إن الأكل يكون وجبات علشان يجوعوا وياكلوا كويس، يبقى لازم تكون وجبات مُشبعة، يعني ياكلوا لحد لمّا يشبعوا، والأكل على الأقل يكون 3 وجبات، وجبة الصبح ووجبة في نُص النهار، وكمان وجبة بالليل كده للعشا قبل ما تنامي، اطلعي حُطّي للطيور بتاعتِك أكل بالليل، لإن هم أكترية أكلهم بيكون بالليل. قبل الدبح بقى بأسبوعين تعالوا بقى نعمل برضه خلطة حلوة أوي، علشان برضه بتفتح الشهية وتنشّط الكبد وتخلّي الكبد كده يعتبر إحنا بنغسله قبل الدبح، هننزل بمعلقة عسل أسود ومعلقة كركم عليها في المَيّة، دي صيدلية والعسل الأسود يعتبر منشّط كبد وفيه فيتامينات وأملاح معدنية، ممتاز جدًا، جدًا إن هو بينقّي الطائر. آخر أسبوع بقى يا جماعة قبل الدبح عشان بقى يلحّم كده أكتر وطعمه يبقى مسكّر، هنعمل إيه، هنجيب الذرة اللي هي العويجة والفول المدشوش، عارفين الفول المدشوش مش الفول المدمّس اللي إحنا بندمّسه، لأ الفول المدشوش اللي من غير القشر، هننقعهم شوية، يعني مثلًا ممكن ننقعهم 12 ساعة أو من بالليل مثلًا وتصبحي تحطّي لهم الصبح أو الصبح وتحطّي لهم بالليل، ونخلّط الكلام ده على الخلطة اللي إحنا عاملينها أو على العلف أو تحطّوا لهم حتى لوحدهم كده من غير تضغيط ولا أي حاجة هم هياكلوها. هيخلّي اللحم بُصّوا يبقى زي طعم اللحم البلدي بالضبط، وبنشيل بقى زفارة العلف اللي إحنا كنا شغالين بيها. خدوا بالكم بس عايزة أقول لكم على شوية كده ملحوظات، إن في حاجات يا جماعة بتأخّر الوزن، زي إيه بقى بالضبط كده اللي بيأخّر الوزن، زي الإسهال، الافتراس، الكساح، تساقط الريش. فلازم يا جماعة نراقب الطيور بتاعتنا، وناخد بالنا لو في أي حاجة ظهرت عليهم خاصةً الإسهال علشان ما نأكّلش وفي الآخر هنلاقي إن ما فيش وزن، لو أي حاجة ظهرت عليهم عالجيها فورًا. طبعًا الافتراس ده يعتبر هو أسوأ حاجة، لإن بيخلّي الطائر اللي هو بيتعض ما بياكلش. فهنحط بقى أملاح معدنية، وكمان بنقص طرف المنقار اللي فوق بس مش كتير، هو الضافر بس اللي نازل كده من فوق بنقصه. لو مشيتِ بقى على الخطوات دي هتدبحوا بَط بُصّوا دبابات، ولو أنتم جايبينه بقى كده مثلًا لرمضان، امشوا بقى الشهر اللي فاضل ده لرمضان على اللي أنا قُلت لكم عليه ده،
والله يا جماعة هتاخدوا من البط المولر ده أوزان ممتازة، البط المولر ده يا جماعة بيوصل ل6 كيلو، المستورد بيوصل ل6 كيلو، والمحلي بيوصل ل5 كيلو، في شهرين 3 بالكتير، وممكن زي ما قُلت لكم تذبحوا من عُمر 55 يوم، أنا باذبح من عُمر 55 يوم بيبقى زي الفل، وباذبح عُمر 60 يوم 4 كيلو بيبقى ما شاء الله عليه لحم بس ما فيش فيه أي دهون نهائي، وطعمه مش زفر وطعمه جميل جدًا، جدًا، فالبط المولر ده أنا بارشحه لكم بقوة. الناس اللي بتحب تربي بط تجيب وزن سريع، وفي نفس الوقت تجيب يعني وزن عالي وفي وقت قليل أوي. لو عجبكم الفيديو بقى يا جماعة أتمنى طبعًا إن أنا كده أكون فدتكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة يا حبايبي لو أنتم مش مشتركين عندي، وشير كتير يا أغلى أخوات عشان الشير بيفيد الغير. وقولوا لي بقى كمان في الكومنتات بطكم وصل لوزن كام دلوقتي وعمره قد إيه وهتطلعوه على رمضان والّا لأ؟ لو في أي سؤال ابعتوا لي في التعليقات إن شاء الله هارُد عليكم، أشوفكم على خير إن شاء الله، الفيديو الجاي مفاجأة استنوه واستنوني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.